يا صباح الجمال والخير والبركة عليكم يا رب. ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين جمال المطره وشايفين جمال الجو اليوم دوت اللي انا كنت بصور فيه الفيديو، كان حلو جدا اليوم اللي هو كان فيه مطره. بجد المطره قعدت عندنا ولا نص ساعه شغاله بتمطر بس ورعد. كان بجد احساس حلو قوي، بقالنا كتير جدا ما حسناهوش. عايزه اقول لكم على حاجه كمان. الفيديو دوت انا بجد تعبت في تصويره وتعبت اكتر في مونتاجه، يعني مونتاجه تعبت فيه قوي. وكنت كل لما اجي انزل الفيديو يحصل فيه مشكله ومعرفش فيه ايه المشكله، يعني يمكن دي تالت مره اسجل الفيديو. فعايزاكم بجد تشجعوني وتحطي لي لايك وتحطي لي كومنت حلو منك وتقولي لي يا لوزة كملي كملي، علشان خاطر انا والله العظيم بيجي لي احباط كده اللي هو يعني كنت بجد متضايقه بسبب المشكله دي، بس قعدت ادور عليها، ادور على حلول لحياتي. الحمد لله لقيت حل للمشكله اللي في المونتاج دي. ان شاء الله الفيديو ينزل لكم على خير. انا لسه لحد دلوقتي بسجل الصوت، فانا واثقه في ربنا ان شاء الله يعني هيتحمل وهينزل. فانت طالما انت شفتيه يتحمل ونزل فالحمد لله كده، كرم ربنا عليا كان كبير. زي ما انتم شايفين بعد ما شفت بقى المطره والجمال دوت دخلت بقى اتوضيت وصليت ودعيت ربنا، وبعد كده كان في غسيل عندي. قلت بقى ابتدي كده ان انا اطبقه، ولبست بقى الاسدال القمر ده اللي انتم شايفينه. عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا واحده من الناس كنت بقول لا انا مش هشتري جلابيات، لا انا مش هشتري اسدالات، وبالفعل اتجوزت من غير ولا جلابيه ولا اسدال ولا اي حاجه من الحاجات دي. او ممكن يكون كان عندي اسدالات اسدالين ولا حاجه، بس يعني ما كنتش حاطاهم في دماغي قوي على اساس ان انا لا انا مش هلبسهم. ولكن بعد الجواز لا، حسيت ان هم لا ضروريين جدا ولازم ان احنا نشتريهم، وبجد بيبقى شكلهم حلو كده ووقار. لو اي ضيف جه عندك، بالذات لو في رجاله مثلا جايه ولا حاجه، ان انت تلبسيهم كده بيبقى شكلهم لا حلو يعني. فلو انت عروسه ان شاء الله لازم تلبسي، يعني لازم تجيبي اسدالات وجلاليب استقبال او عبايات استقبال اللي يريحك يعني، علشان خاطر دول لازم يبقوا موجودين عندك في الدولاب. والله انا بقول لكم على الحاجه اللي انا فعلا يعني عملتها وندمت ان انا عملت كده. المهم ابتديت بقى ان انا اطبق الغسيل كله، قلت هطبقه كله هنا، وبعد كده اودي كل واحد في دولابه. يعني هدوم كندا اديها لها، هدوم بابا كندا، هدومي كده، يعني احط كل واحد هدوم في دولاب. بس ايه، في ناس بتاخد الغسيل، يعني مثلا هدوم كندا تحطها في الاوضه وتخش تطبقها في اوضه كندا، هدومنا فاهمين؟ في ناس بتعمل كده، بس انا لا، حبيت ان انا اطبق كله يعني في الصاله بره، وبعد كده احط كل حاجه في الدولاب بتاعها يعني. بص، بس بقى كده يا جماعه، فصلت التليفون ورجعت اتكلمت معاكم تاني. مش عارفه والله في ايه، بس عادي عادي عادي، احنا اقوياء، احنا قدها واحنا هنقدر. والله العظيم انا دايما بقول لنفسي كده، انت قويه، انت ان شاء الله هتقدري، انت ان شاء الله هتوصلي للنجاح، ان شاء الله قناتك هتبقى اكبر حاجه. لان بجد يا جماعه موضوع التصوير والمونتاج والقناه صعب جدا جدا جدا، ولكن عارفين اللي هو ايه، انا عندي قناعة تامة اني طول ما انا بسعى، طول ما ربنا ان شاء الله هيراضيني وهيديني. فانا دايما بسعى اني يعني قناتي تبقى كبيرة، وان قناتي تبقى معروفة ومشهورة. علشان انا والله العظيم يا جماعه بحب التصوير جدا، بحب ان انا اقدم معاكم الحاجات اللي بجد تفيدكم. فالروتين النهارده عارفين انا حبيته قوي، عشان حاسه ان في نشاط كتير وفي حركه. فانت كمان قومي تشجعي وتنشطي، وخلي املك في ربنا كبير، وخلي دايما عندك ثقه في ربنا، ان ربنا ان شاء الله هيرزقك وهيديكي. بس ان شاء الله بعد الصبر جبر. زي ما انتم شايفين الترابيزه كده، زي ما انتم شايفينها، مسحتها عشان هي لونها بني فبيبان فيها التراب قوي. مسحتها ورجعت فيها بقى الفازه، ورجعت فيها كل حاجه كده زي ما انتم شايفينها. وبعد ما خلصت قطعت، يعني فصلت التليفون علشان خاطر ميس كندا كانت موجوده. هي كانت ميس العربي، لو عارفين ميس الانجليش لا ما كنتش هعمل حاجه، لاني بحب اركز مع ميس الانجليش قوي اكتر من ميس العربي. لان العربي انا عارفاه، لكن يعني كان الانجليش انا في حاجات كتير بتبقى واقعه مني، ولازم اسمع الميس هي بتقول ايه. وكمان علشان خاطر الانجليش يا جماعه صعب جدا وكبير، المنهج بتاعهم كبير وبيبقى فيه حاجات كتير، فلازم يعني انا برضو اكون مركزه حتى فيما بعد ابقى فاهمه يعني. المهم ظبطت كده الركنه زي ما انتم شايفين، وظبطت كمان المخدات، وحطيت بقى كده كل حاجه كده مكانها. بصوا الركنه بتاعتي ما بحبش لونها قوي، او لا مش ما بحبش لونها، ما بحبش القماشه بتاعتها بجد بتضايقني. حاسه ان انا ما كنتش موفقه خالص في ان انا اختار القماشه دي، بس عادي قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يرزقنا ويكرمنا ان شاء الله، ونجيب
يعني اغير الركنه، يعني مش هعمل تلبيسه، لا ممكن اغير قماش الركنه كله. هنا بقى كنت مشغله كمان القران يا جماعه، والله العظيم بتحسي كده احساس حلو قوي انت مشغله كده بقى القران، ودخلت كده رحت شديت بقى الستاره على اساس ان بقى ايه الجو يضلم كده شويه. تمام، وهقفل بقى كده الشبابيك وكده، وهشد الستاره التانية. بصوا والله راحه نفسيه، راحه نفسيه لما بتخلصي الحاجه اللي وراكي وتحسي كده ان انت قد ايه كده مرتاحه. قلت بقى مش هطلع مكنسه ولا اي حاجه، هي بالمقشه كده على طول هاخدها كده كنس كده على طول، هي اصلا ما كانش فيها حاجه يعني، عارفين اللي هو هي عايزه بس تتظبط. فرحت بقى ايه ظبطتها كده وكنست كده بقى كويس جدا. ولو في اي حاجه في الارض مكان مثلا كده ماشيه الحاجات دي. بصوا يا جماعه انا بجد ما بقدرش اشوف السجاد من غير حافظات، لازم السجاد احط عليه حافظات، لازم الكفرات الركنه احط عليها كفر. مش عارفه كده مين زي، يعني لو في حد زي كده في الكومنتات يقول لي. بس انا والله ببقى خايفه على الحاجه، يعني ببقى خايفه ان كندر بعد الحاجه بقعت حاجه كده. والله العظيم عندي دفايه هي مبوظها لي بسبب السلايم، وحافظه من اللي انا بحطهم في الارض بس اللي هي نظام القماش ده برضو بوظتها لي بالسلايم. تخيلوا بقى لو هي سجاده، فان شاء الله هنحط سجاد كده على طول بس لما تكبر. ده بقى كان الشكل النهائي كده بقى للصاله. قد ايه بقى بصوا كنت يعني مبسوطه قوي بالانوار وبرمضان. اصلا رمضان يا جماعه من الشهور المقربه قوي لقلبي واللي بحبها جدا. خلصت بقى الصاله وقفلتها. طبعا انا بحب الصاله تبقى، عارفين انتوا اللي مدخل البيت اي حد بيخش هيخش على الصاله، فبحب ان هي تبقى متظبطه. بعد ما خلصت الصاله زي ما انتوا شفتوا دخلت بقى كده على اوضه النوم. هظبطها بقى كده واحط كل حاجه مكانها. طبعا اوضه النوم دي احنا على طول قاعدين فيها، يعني واكلين نايمين شاربين فيها. الاول كنت بقعد في الاوضه اللي بره على الشارع، بس بقعد بيها في الصيف. حاولت الشتا دي ان انا اروح اقعد فيها، بجد ما استحملتش السقعه. الاوضه عشان على الشارع فالجو فيها ساقعه جدا، وانا طبعا قدامي مفيش حد زي ما انا قلت لكم قبل كده، فالجو بيبقى ساقعه، فلازم لازم اقعد في اوضه النوم. وعملت برضو فيها جو كده رمضاني لطيف، يعني حاجات بسيطه بس كده حطيتها في الاوضه برضو عشان نحس ان في برضو رمضان يعني. طبعا ظبطت كده الكومودينات، وهبتدي ان انا اظبط كمان السرير، اشده بقى كده كويس. هي الاوضه ما فيهاش اي حاجه، انا كنت مغيره معاكم ملايات السرير اول امبارح متهيألي. فما فيهاش اي حاجه، هي بس عايزه تشد كده كويس وتحط المخدات بقى كده مكانها، يعني كل حاجه كده تحط مكانها. جبت برضو كده حاجه كده وانفض بيها علشان خاطر لو في اي حاجه في السرير. يعني تنفيضه السرير دي حلوه، يعني لازم ان انت تنفضي السرير. مش عارف في حديث او حاجه وصتنا بكده ان انت لازم تنفضي السرير قبل ما تنامي. مش عايزه يعني اقول ايه عشان ما افتيش يعني، بس هو متهيألي في حاجه، قولوا لي برضو في الكومنتات. جبت برضو كده اللحاف وابتديت ان انا برضو افرشه على السرير كويس كده، واظبط بقى كده الحاجه زي ما هي كده زي ما انتم شايفين. ظبطت كده بقى اللحاف وظبطت مكان التلفزيون وكده. كانت الاوضه برضو خلصت معايا، ناقص بس ان انا هكنسها. طبعا زي ما قلت لكم ما رضيتش اطلع المكنسه خالص، بصوا خلاص انا ما طلعتش المكنسه باي حاجه، همشي كله ايه بالمقشه كده. حسيت ان هي سريعه والم بايه بالجروف. طبعا قفلت بقى كده الدواليب وحطيت كل حاجه بقى مكانها، وهبتدي بقى اروح اجيب بقى ايه المقشه واكنس بقى كده ايه كنسه كده سريعا عشان اخش بقى المطبخ واشوف انا هعمل ايه في المطبخ. خلاص انا عايزه اقول لكم ان الوقت دوت كان وقت العصريه، خلاص داخلين على المغرب، يعني قرب ان احنا خلاص داخلين على المغرب. كان الساعه 4 العصر كده متهيألي. جبت بقى كده المقشه وهبتدي بقى كده اكنس. برضو دي يا جماعه حفظات او حته قماش بجيبها كده وبحطها كده على السجاده. والله بصوا هي شكلها كانها سجاده، بس بصوا يعني بالذات الاوضه دي لو ما حطيتش فيها الحفظات دي كده بنتي هبهدلها دي كلمه قليله. فلازم ان انا احطها عشان احنا برضو زي ما انتم عارفين احنا خلاص احنا قاعدين في الاوضه دي، ما ينفعش ان هي ما تحطش فيها الايه الحوضات اصلا طفله وتفضل تقعد تقع. مع ان احنا لما بنيجي نقعد ناكل ولا كده بنحط مثلا برضو قماشه زيها مخصصها للاكل وكده، بس برضو يعني ايه الاحتياط واجب كده. زي ما انتم شايفين خلصت هنا بقى كده الاوضه، وهنبتدي بقى ندخل فين. هنبتدي ندخل على المطبخ عندي ما كانش فيه حاجات كتير بس يعني ما كانش فيه مواعين كتير، بس كنت ايه عايزه برضو احضر ايه الاكل وكده. فجبت بقى كده كل الحلل من التلاجة وابتديت ان انا اسخن عليها. والله العظيم يا جماعه بقى اكل تاني، بس انا هفصل النهارده هعمل مثلا بيتزا. مش عارفه فيديو البيتزا هينزل لكم امتى، لسه ما صورتوش اصلا، بس يعني ايه صورت جزء منه وقلت هقعد امنتج دوت. زي ما انا قلت لكم ان الفيديو دوت انا كنت مصوره امبارح فهينزل لكم النهارده كده، فاهمين؟ كنت بصور كل فيديو بالفيديو بتاعه.
المهم هنا كان في لحمه محمره، فقلت اعيد تدويرها. جبت كده بصلايه صغيره، هبتدي برضو ايه اقشرها كده، قشرت البصلايه وهبتدي ان انا احطها على اللحمه واحط معاها قوطه وفلفل. بجد بتبقى طعمها حلو قوي. واحطها بقى على النار بحبه ايه زيت كده صغيرين. واصلا انا كنت محمره اللحمه في سمنه بلدي، ففي عارفين اللي هو طبقه السمنه اللي هي مكان التلاجة دي، متجمده يعني مكان التلاجة، موجوده تحت كده في الطاسه. ف هحطها كده على النار بعد ما خلصت كده كل حاجه كده. بصوا بحب قوي افضل طول ما انا واقفه اغسل كده ايديا. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، قولي لي انزلوا تحت كده قولي لي في الكومنتات ايه رايكم في زاويه التصوير. زاويه التصوير كده حلوه ولا لا؟ وطبعا هيجي واحده دلوقتي تقول لي ايه كميه الرغي ده. بحبكم جدا 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 وبحب ارغي، معلش 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 وما تزعلوش مني. انا يا جماعه بحب اكون على طبيعتي، ما بحبش اكون مصطنعه، ما بحبش اقول حاجه هي مش عندي اصلا. ما بحبش كده اصلي الكمود اصلي مش عارفه ايه. لا انا بتكلم عادي زي الناس اللي انا بيتفرجوا عليا، تمام، وبتعامل عادي. ما اكيد اللي بتتفرج عليا برضه ست بيت زي عايزه يعني تشوف حاجه انا بعملها، تشوف حاجه انا جبتها، الكلام ده كله. فكلنا زي بعضينا وكلنا في الهوا سوا. فانا ما بحبش ان انا اكون مصطنعه خالص خالص خالص. في قنوات تانية مصطنعه، فلا انا يعني لو انت حابه القنوات المصطنعه يعني، لكن انا مش كده. يعني انا بحب ان انا اكون على طبيعتي. حطيت كده كل الاكل على النار وابتديت بقى اكنس كده المطبخ. بحب ان اقف في المطبخ وهو مكنوس، يعني لازم المطبخ يكون مكنوس ما فيهوش اي حاجه. ما اعرفش بتضايق لو انا مثلا واقفه بغسل مواعين وفي حاجه يعني حاسه بتراب في الارض او حاسه اي حاجه من الحاجات دي، بتضايق طبعا كده. ناقص كده اخش اغسل المواعين، بس قلت ايه قبل ما اغسل المواعين عشان لو الاذان اذن في اي وقت اكون مجهزه الحاجه. فروحت كده جبت طماطم وقلت هعمل سلطه، ما لقيتش عندي خيار، فقلت لقيت طماطم وجزر. قلت الجيش قال لك اتصرف. اللوبي مكان امبارح ما كنت عاملاها حسيت ان هي ما فيهاش ملح، فزودتها برضو حته ايه مرقه كده، تمام، علشان خاطر بس طعمها يكون يعني فيها ملح. فحسيت ان المرقه هتبقى احسن من ان انا احط ايه ملح. حطيت حته صغيره يعني، ما حطيتش مرقه ايه كتير. هاجي بقى حتى ادور على علبه، فلقيت العلبه الصغيره اللي انا عايزاها في الحوض، فهغسلها وهغسل برضو السكينه كده وانا واقفه. وبسرعه اقطع كده طبق سلطه حلو كده لذيذ، تمام. هو ما يسموهوش سلطه، هو ممكن نسميه ايه قوطه على جزر. قوطه على جزر، بس ما بحطش فلفل عشان هما ما بيحبوش الفلفل. انا بحبه بس عندي كندا وكريم لا ما مش بيحبوا الفلفل. قعدت برضو اقلب كده على اللحمه كده وانا واقفه، تمام. و هبتدي بقى كده اقطع كده القوطه. بصوا الباسكت دوت حلو وكل حاجه، بس يعني مش حاساه عملي، مش عملي. حاسه اني لو جبتي الاوسع منه احسن، يعني ما تجيبيش ده النوع دوت. لا في نوع اوسع منه، ان هو اصلا الشنطه تبقى واسعه والايه والباسكت يبقى اوسع معاكم. لان الفيديو بتاع بكره اللي هينزل لكم هتلاقوني وانا بحط فيه الاكل وقع في الارض، يعني وانا بحط فيه الحاجات اللي هي عايزه ترمي، فاهمين، وقع في الارض. فلا ما حبيتهوش بصراحه. بس حبيته ان هو ممكن تكون الشنطه بس ايه هي موجوده قدامي. شايفين حتى بصوا هنا الجزر لو وانا بقطعه برضه وقع، يعني حاسه ان هو مش واسع كفايه ان هو ياخد منك وانت بتشتغلي يعني. فانا شفت متهيألي في واحد واسع، بس مش عارفه هو خامته كويسه ولا لا. يعني لا مش خامته، مش عارفه هو فعلا هيبقى عملي ولا لا. بس انا حسيت ان هو اوسع منه، فما اعتقد ان هو هيبقى يعني كويس. قطعت كده الجزره بشرتها، تمام. وهرجع بقى كده كل حاجه مكانها وابتدي بقى ايه اغسل المواعين واشطب المطبخ. عايزه اقول لكم ان احساس ان انت بتخلصي حاجه بيتك دي بتبقى احساس الله الله. يعني انا ببقى مبسوطه جدا لما بخلص حاجه البيت وبخلص شغلي وكل الكلام ده. انا ببقى بجد مرتاحه نفسيا. قد ايه انا ببقى مرتاحه وانا بخلص شغلي ومخلصه كل اللي ورايا. فعلا بيفرق معايا جدا يا جماعه موضوع ان انا اخلص يعني اخلص حاجه البيت واكون محضره الفطار. محضره الفطار في رمضان. فلا بجد شهر رمضان بالنسبه لي، يعني بالنسبه لي بالذات الشهر ده مميز كده، ان انا الحمد لله عن يعني قدرت ان انا اصور وفي نفس الوقت اخلص حاجه البيت. فبجد يعني حطي بس هدفك في دماغك وان شاء الله هتوصلي له وان شاء الله هتحققيه. اهم حاجه ان انت يكون عندك يقين وعندك صبر. اليقين والصبر هيوصلوكي لهدفك يعني. وبصوا انا دايما بنصح اي ست ان انت لازم ان انت يكون عندك هدف، حتى لو الهدف ده هتعمليه من وانت في البيت. هدفك عيالك وبيتك وجوزك، الله هدف حلو وجميل، بس برضو لازم يكون في حاجه كده ليكي، حاجه انت بتطلعي طاقتك فيها، حاجه انت بتحبيها وحاسه نفسك فيها. ما تسيبيش نفسك للبيت والاولاد. بصوا والله يا جماعه انا مش بنصح ان يعني فاهم
عايزاكم تبقوا فاهميني. يعني ما تسيبيش نفسك للبيت والاولاد وتكوني ناسيه نفسك في الجزء اللي انت بتحبيه. لا حتى بصوا، شغل اونلاين، شغل اي حاجه انت بتحبيها اعمليها، علشان بس حتى انت تبقي نفسيا تكوني مرتاحه وتكوني حاسه نفسك ان انت عندك طاقه ايجابيه. ودايما لما تحسي ان انت عندك طاقه سلبيه فورا قومي اتوضي وصلي وركعتين كده لربنا، احكي له كل حاجه انت بتحسي بيها، صدقيني حالك هيتغير من حال لحال. مش مثلا هتحقق امنياتك ولا كده، ده طبيعي ان هي تحقق امنياتك، ولكن هتحسي ان انت نفسيا ارتحتي. مش عايزه اتكتر في الكلام عشان اوريكم شكل الاكل النهائي. اهي لوبيا ورز وشوربه واللحمه اللي انا عملتها، وهنا العصير والسلطه تمام، او القوطه بالجزر تمام، وهنا اللحمه المحمره هتظهر لكم دلوقتي. اللحمه المحمره اللي انا كنت محمراها لكريم تمام. والله العظيم كان نفسي ارغي معاكم اكتر من كده، بس الفيديو خلص، واستنوني فيديو جديد بكره، ومع السلامه.